اتسألت في أحد التعليقات من متابعتي العزيزة منى فضل على تفريز الأكل في الفريزر. أنا بصراحة بعمل الأكل أسبوع بأسبوع، ما بحوش أكتر من كده علشان بحب الحاجة طازة. أحسن طريقة بعملها هي استعمال أكياس التلاجة الشفافة دي، وبقسم الأكل على حسب ما انتي بتطبخي، مثلا هتطبخي نص كيلو ولا هتطبخي ربع كيلو على حسب أفراد أسرتك. والحقيقة أنا ما بتبلش الأكل قبل ما بشيله علشان خاطر بيكون الأكل كده عامل زي بالنسبة لي حتة القماش اللي ممكن تبقى في إيدك تفصليها زي ما انت عايزة. أما إذا تبلتيه فبيعتبر زي القماش اللي اتقص خلاص، ما ينفعش لو قصتيه بنطلون مش هينفع تعمليه جيبة، فبيكون خلاص انت مضطرة تعمليه بالتتبيلة دي. فعلشان كده أنا بفضل إن أنا أحطه في أكياس نص كيلو كل كيس، ولما باجي أطلع أطبخ بقى بيكون يعني أفكر بقى هعمله كفتة، هعمله عصاج، هعمله شيش طاووق، كده فبيكون عندي الاختيار. وأهم حاجة بتبططي الكيس كده وبتخليه مفرود علشان ما ياخدش منك مكان في الفريزر. بالنسبة للتتبيلات بقى أنا بحط التتبيلة في برطمان إزاز صغير، يا إما باشيلها في التلاجة يا إما باشيلها برضو في الفريزر، وزي ما قلت لكم بيكون معايا الحرية إني ساعتها لما أطلع اللحمة أو الفراخ أعمل بقى فيها اللي أنا عايزاه. ممكن أكون هسلق الفراخ أو هسلق اللحمة، فطالما اتبلت مش هينفع طبعا أسلقها، فأنا بفضل إن هي تكون زي ما هي كده. وهنا كان عندي ديت أكياس من الأول في الفريزر، كفتة صدور ورجلين الفراخ لوحدها. ادي التتبيلات اهي زي ما قلت لكم في البرطمانات، ودوت بيسهل عليا كتير قوي في الأكل. أتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم.